فساتين الأطفال وشياكة ملهاش حل. النهاردة هنعمل فستان سواريه لبنوتة 8 شهور أو سنة بمنتهى البساطة من 3 قماشات عندنا. أهلا بيكم في قناتي دودي موريس. والنهاردة سواريهات للأطفال الرضع. هنشوف الشياكة بتاعتها هنعملها ازاي. القماش المطلوب مننا النهاردة ستان وتل، يبقى شوية ناشف ما يبقاش طري خالص عشان خاطر ينفش معايا الكرانيش، وروزيتا عشان خاطر نعمل بطانة للموديل بتاعنا. هنبتدي ندمج الثلاث قماشات دول ونطلع الموديل اللي احنا شايفينه في بداية الفيديو، ونشوف الشياكة بتاعته وهنعمل حاجة مميزة. يلا بينا نطبق القماش ونبتدي نقص الفستان بتاعنا. اول حاجة هعملها طبق القماشة. انا عايزة اطلع الكلوشة، ومن الكلوشة انا هبتدي اعمل طبقات التل اللي هي هتديني النفشة بتاعت الفستان بتاع الوسط. هطبق القماش على 4. انا عايزة الكلوش مفتوح عشان خاطر ادخل السوستة. 4 طبقات، 2 مفرد و2 هتبقى مكوز او متطبقة. وهبتدي اخد المقاسات بتاعت الكلوشة بتاعتي. طبعا البنوتة عندي مش كبيرة، يعني انا محتاجة الوسط كله ممكن يكون 30 سنتي. هبتدي اخد دوران الوسط كده. دوران الوسط عندي 50 سنتي على 4، يبقى فيها 12 ونص. انا عايزة الدوران بتاعي 12 ونص كده لحد هنا. من هنا 12 ونص ومن هنا 12 ونص كده. وهبتدي هعمل ده. طول الفستان عندي 30 سنتي. هبتدي اخد المقاس بتاعي كده، وابتدي اخد نفس العلامات كده. قصينا الكلوشة اللي هنشتغل عليها الكرنيش من التل. هبتدي اعمل بطانة زيها من الروزيتا، وبعد كده هنعمل الكرنيش بتاعتنا كده. اول جزء عندنا اللي هو الوسط. هبتدي اطبق عشان اطلع الصدر، والصدر هيبقى فيه بطانه وهيبقى فيه طبقه تل. هنعمل كشكشه بطريقه ظريفه. لو انا عندي المانيكان بعمل ده على المانيكان، ما عنديش المانيكان هوريكي ازاي نعمله بمنتهى البساطه مع بعض. نطبق القماش عشان نقص الصدر ويلا بينا. كده طبقنا القماش على 4 كده. انا محتاجه اعمل السوسته هتبقى في الجنب مع الفستان بتاعي هنا. هبتدي اخد طول الوسط من فوق، طول الصدر من فوق 25 سنتي. طبعا هيتاخد منه حردات وخياطه والكلام ده كله. والعرض بتاعه انا كان عندي الوسط دوران الوسط 50. هبتدي اعمل على 20 سنتي في 20 سنتي. تمام. هبتدي اخد اول حاجه عندي هنا الكتف 12 سنتي، وهنزل ال2 سنتي. طبعا احنا عارفين ان ده كتف وكتف. انا كل الحكايه ان انا بجمع الموديل بتاعي بس مش اكتر. طبعا الرضع بنعمل 6 في 6 كده، ودوران ده، وهنا نزول الباط. فستان سهل ما فيهوش اي حاجه صعبه. هطلع الصدر عندي بنفس الطريقه دي، وبعد كده هبتدي اعمل الكتف والكتف اللي عندي اهو كده. وابتدي افرد الموديل بتاعي وهبتدي اخد الكتف عندي. هبتدي يا انزل من اول الباط لو انا محتاجه الوسع ده يكون دوران واسع شويه حسب رغبتك طبعا، ولكن الافضل هنطلع سنتي او 2 سنتي هنوصل ده بدوران الباط هنا كده. هيبقى الخط بتاعي كده. كده هبتدي اقص الصدر عندي. نفس اللي انا عملته هنا هعمله في البطانه زيه بالظبط، صوره منه. اطبق البطانه ونقص عليها
الكلوشه بتاعه الوسط واطبق البطانه بتاعه الصدر عندي. نطبق دول ونرجع لبعض بسرعه. ادي هنا بعمل نسخه من الكلوشه بتاعتي، واقص الصدر والظهر لان انا محتاجه، انا هعمل طبقه تل خفيفه هنا عشان تديني شكل السوري الجميل بتاع الفستان اللي احنا شايفينه في الصوره. وبعد كده هبطن بالروزيتا علشان تبقى تنظف معايا الخياطات. نطبق القماش ونرجع لبعض. كده عملنا نسخه من الصدر، كده قصينا الصدر والوسط. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نطبق القماش عندنا التل علشان ناخد كرانيش مستمرة بنفس المستوى على الوسط، وهنغطي الصدر بطبقة خفيفة من التل، وهنعملها بكشكشة ظريفة هوريك ازاي تعمليها. هنطبق القماش ده عشان ناخده شرايح للكلوشة عندنا ونرجع لبعض بسرعة. كده طبقنا التل ده، هناخد منه 5 متر علشان يديني الطبقات الكتيرة. هطبق ال5 متر، هتبقى عدة طبقات بالمنظر ده، وهبتدي اسويها واخد مقاساتي. انا عايزة كل كورنيش عرضه كام بالظبط. هبتدي اعمل كل كورنيش 10 سنتي كده، ادي هنا 10، ادي هنا. هبتدي بنفس المسافات عشان تبقى كل الكرنيش احنا طبقنا كله على بعض كده ومسكناه بدبابيس بالطبقات دي كلها علشان تديني نفس الطول بتاع كل كورنيش اهو. وهبتدي اقص كل كورنيش لوحده كده. قصينا الكرانيش كلها بطول ال5 متر بتاعتنا بنفس الطريقة، وهنبتدي نجمعها كده علشان ما تتكسرش معانا كده. وهبتدي نجمع كل ده بكرانيش متساوية على طبقة الوسط عندنا على الكلوش، وهنبتدي نجمع ده. باقي النص متر او المتر اللي فاضل من التل هبتدي اخد بيه. هنشوف ازاي هنطبق كده. ادي الصدر عندي اهو كده. هنبتدي نعمل طبقة تل عليه، وهناخدها كشكشة خفيفة كده، هنمسكها فوق وتحت في البطانة علشان تديني منظر الفستان السوري اللي احنا شغالين عليه النهاردة. هنطبق ده ونقعد على المكنة ونجمع كل ده ونشوف هنشتغل ونلم الفستان السوري بتاعنا ازاي. يلا بينا على المكنة على طول. كده حبايبي قعدنا على المكنة، هنبتدي نعمل الكرانيش بتاعة الوسط عندنا. احنا قطعنا شرايح من التل ال5 متر كلها بتاعتنا، قطعناها شرايح 10 سنتي كده. كده هناخد كل الشرايط اللي احنا عاملينها، الشرايح اللي احنا عاملينها من التل، وهنبتدي نشتغل بيها على المكنة. كده احنا خلاص شطبنا اخر حاجة، اخر صف عندي اهو. ادي الكلوشة عندي، ادي شكل الكلوشة عندي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اقفل واركب البطانة بتاعتها. يبقى انا كده الوسط عندي خلص كده. طبعا هدخل السوستة في الجزء ده. هعمل ايه؟ همسك التل بخياطة كده
كده مسكنا الجنبين، مسكنا التل من الجنبين، وابتدي اقفل. ادي وصلت دي. تمام. عرفنا ازاي نعمل الطبقات الكتيره دي بالكرانيش الكتيره ومسافات قريبه من بعض، فهيديكي نفس الشكل بتاع ان احنا نحط جوميا او نشد بجبونه. طبعا البنوته مش هتتحمل كل ده لان هي صغنونه لسه بتتشال رضيعه. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نجهز الصدر وهوريكي ازاي نعمل طبقه التل عليه. طبعا بيبقى على الملكان اسهل، ولكن احنا دي بنوته صغننه هنعمل ده على المكنه احنا وشغالين دلوقتي. نشد القماش مع بعض، يلا بينا كده. انا عايزه اعمل طبقه تل على الصدر عندي، ما هياش قصر، ما هياش كسرات، ما هياش كشكشه، ما هياش كده. هعلمك ازاي نعملها بطريقه سهله جدا. اول حاجه عندي هجيب دبابيس كده. طبعا احنا على الملكان بنشد ده على الملكان اللي بنشتغل عليه، ولكن لو احنا هنشتغل باليد كده اهو. هعمل ايه؟ اول حاجه عندي هثبت هنا كده، وهبتدي اخد الكشكشه كده، دي طريقه. الطريقه التانيه ان انا ابتدي اخد الكشكشه دي على المكنه. ازاي؟ تعالى اوريكي كده. هبتدي هنا كده اهو، وهبتدي اخد كشكشه خفيفه كده، نشوف عملنا ايه. الكشكشه الخفيفه دي هي ده. هبتدي اشد هنا كده، بص ده خلاص. وهبتدي امسك كده وامسك كده، كده. انا بشد الكشكشه من هنا وبشدها من هنا كده. وابتدي اخد ده داير مندور بالمكنه عشان اثبته، او اعمل لي سراجه لو انت حاسه انه ممكن الدنيا
تبقى سهله معاكي هنعمل سراجه مع بعض. كده انا عملت طبقه التل. كده انا باخد الكشكشه اللي انا ماسكاها من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه وبمشي بيها كده. انا عملت طبقه التل اهي، طبقه التل على الستان بكشكشه بسيطه، مديها شكل الضربيه او مديها شكل الكشكشه كده. ادي الناحيتين اتعملوا. هبتدي اعمل ايه؟ احط البطانه بتاعه الستان اللي هي الروزيتا كده، وابتدي اخد داير ما يدور وارد مره تانية. يلا وابتدي افتح كده. كده اعمل ايه؟ هبتدي اعمل كده، اي حاجه فيها دوران كنا بنفتحها واردها بخياطه كده. هتبقى سهله معاكي ترد بسهوله. تعمل التانية بنفس الطريقة. نعمل التانية بنفس الطريقة. هنفتح كده ونرد خياطات زي ما متعودين اهو كده. ردينا. هنبتدي نقفل الصدر مع بعض ونمسكه مع الوسط كده. هنبتدي نحط الصدر، نقفل الصدر مع بعض كده، الكتف مع الكتف. الجنب مع الجنب. وهركب السوستة في الجنب التاني كده.
نفس المسافة من السوستة هنسيبها من هنا هي من هنا، يعني الجنب ده قد الجنب ده. خلي بالك من الحتة دي عشان ما فيش حاجة تهرب منك او تبقى مش مظبوطة. هذا الفستان ابتدى يتشكل معاه كده. هنمسك الوسط مع الصدر وهنخلي السوستة بعد ما نركب نوصل السوستة مع مع الوسط من تحت مع التل، وهبتدي امسك اللي انا عملته بدبابيس، هبتدي اخده خياطة على المكان. كده الفستان بتاعنا كمل. هنوصل السوستة مع الجزء اللي من تحت من الوسط. ادي الفستان بتاعنا بمنتهى البساطة بطبقات التل بالكرنيش بتاعته. فستان بسيط جدا، كل الحكاية بس امشي خطوة خطوة واعملي ده كده. فاضل ايه كمان معايا؟ فاضل معايا اعمل رباط او حزام من الستان يتربط من ورا يدي شكل شيك للموديل. وهبتدي امسك بعد ما اركب السوستة، هبتدي احط البطانة بتاعت الوسط. هبتدي اخد البطانة بتاعت الوسط كده، هقفل البطانة كده. عملنا البطانة كده. الفستان بتاعنا هذا الفستان اتعمل بمنتهى البساطة، فستان شيك خالص، كرانيش كتف وكتف كده. هنعمل شريط ستان رباط يتربط من الظهر يلم معايا الفستان عشان يديني النفشة دي. ادي الفستان بتاعنا كده. ولو حابة تعملي وردة اورجانزا تتعمل هنا، او وردة اللي هي بتتباع جاهز بالستان، او ممكن تعمليها لان احنا علمناها في حلقة من الحلقات، تعمليه وتحطيها هنا في الجنب او تحطيها هنا على الكتف باي شكل كان. ده الموديل بتاع فستاننا النهارده، طريقة ظريفة وحاجة حلوة جدا وحاجة مميزة. وأتمنى تكون الفكرة وصلت لحضرتك، ومن فضلك لايك وشير على الفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. شكرا لحضراتكم ونورتوني.